اجتماع لقجع والركراكي بعد تعادل مالي، ما قيل داخل الغرفة المغلقة بين الدعم الرسمي، الاعتراف بالأخطاء، وضغط الجماهير. تعادل مخيب يفتح باب الأسئلة ويشعل النقاش داخل الشارع الكروي المغربي. خلف التعادل الذي حققه المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب مالي ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس إفريقيا موجة واسعة من ردود الفعل الغاضبة والمتباينة في صفوف الجماهير المغربية، التي كانت تنتظر أداء أكثر إقناعا ونتيجة تعكس قيمة الأسماء الكبيرة التي يضمها منتخب أسود الأطلس، خاصة في ظل خوض البطولة على أرضه وأمام جمهوره. هذا التعثر وإن لم يكن حاسما من حيث الحسابات، إلا أنه أعاد إلى الواجهة أسئلة قديمة متجددة حول هوية المنتخب ونهج اللعب المعتمد وقدرة الطاقم التقني على التعامل مع منتخبات إفريقية باتت تحفظ تفاصيل الأسلوب المغربي عن ظهر قلب. اجتماع طارئ ولكن هادئ. لقجع يجتمع بالركراكي لتقييم الأداء لا لإصدار قرارات متسرعة. في هذا السياق عقد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع اجتماعا مطولا مع الناخب الوطني وليد الركراكي مباشرة بعد مواجهة مالي. اجتماع حرصت الجامعة افتكاك أنه لم يكن مخصصا لإقالة المدرب كما تم الترويج له في بعض المنصات، بل جاء في إطار التقييم التقني الصريح. وأكدت مصادر مطلعة أن لغة الاجتماع اتسمت بالهدوء والمسؤولية، حيث شدد لقجع على أهمية الحفاظ على الاستقرار التقني مع ضرورة إدخال تعديلات واضحة على مستوى الأداء الجماعي والنجاعة الهجومية. دعم لا مشروط ولكن بشروط الأداء. الجامعة تجدد الثقة وتطالب برد فعل داخل الملعب. خلال الاجتماع جدد فوزي لقجع دعمه الكامل للناخب الوطني، معتبرا أن المشروع الحالي لا يمكن أن يقاس بمباراة واحدة. شدد في الوقت ذاته على أن سقف الانتظارات مرتفع، وأن المنتخب مطالب بتقديم أداء يرقى إلى قيمة اللاعبين وطموحات الجماهير المغربية. الدعم حسب مصادر قريبة من الملف لم يكن شيكا على بياض، بل مقرونا بضرورة تصحيح الأخطاء وتحسين طريقة تدبير المباريات، خاصة أمام المنتخبات التي تعتمد التكتل الدفاعي والاندفاع البدني. حضور القيادات داخل الاجتماع: حكيمي وبونو في قلب النقاش لتحمل المسؤولية الجماعية. اللافت في هذا الاجتماع كان حضور كل من أشرف حكيمي قائد المنتخب وأحد أبرز نجوم الكرة العالمية، إلى جانب الحارس ياسين بونو، في خطوة تعكس رغبة الجامعة في إشراك ركائز المنتخب وتعزيز منطق القيادة الجماعية داخل غرفة الملابس. الحديث لم يقتصر على الجوانب التكتيكية، بل شمل أيضا الجانب الذهني وضرورة التعامل بشكل أفضل مع ضغط اللعب أمام الجمهور المغربي الذي يتحول أحيانا من عامل دعم إلى عبء نفسي. الركاكي يعترف ويعتذر: رسالة مباشرة للجماهير بعد خيبة الأمل أمام مالي. بعد ساعات من الاجتماع خرج وليد الركاكي بتدوينة عبر حساباته الرسمية قدم فيها اعتذارا صريحا للجماهير المغربية، خصوصا التي تنقلت بأعداد كبيرة إلى الملعب لمساندة المنتخب. المدرب لم يحاول التبرير أو التخفيف من وقع النتيجة، بل اعترف بأن الأداء لم يكن في مستوى التطلعات، معبرا عن أسفه لعدم إسعاد الجماهير في تلك المواجهة. ما بعد الاعتذار وعد بالتصحيح وتجديد العهد على هدف التتويج القاري. الركاكي لم يتوقف عند حدود الاعتذار، بل جدد التزامه بالعمل الجاد والقتالية في المباريات القادمة، مؤكدا أن الهدف الأسمى للمجموعة يظل هو التتويج بكأس إفريقيا والإبقاء على الكأس فوق الأرض المغربية. هذا الخطاب أعاد إلى الأذهان الروح التي رافقت المنتخب خلال مونديال قطر 2022.
غير أن الجماهير تنتظر ترجمة هذه الوعود إلى أداء فعلي داخل الملعب. وسائل التواصل الاجتماعي تنقسم بين من يثمن الاعتراف ومن يطالب بالتغيير. ردود الفعل الجماهيرية جاءت منقسمة بشكل واضح، ففئة اعتبرت أن الاعتراف بالأخطاء خطوة إيجابية وبداية تصحيح المسار، مشيدة بروح المسؤولية التي أظهرها الناخب الوطني. في المقابل، عبر آخرون عن تشككهم في قدرة الركراكي على تغيير نهج اللعب، معتبرين أن أسلوبه بات مكشوفا أمام المنتخبات الإفريقية، وأن الجمود التكتيكي يظل العائق الأكبر أمام تحقيق النتائج المرجوة. انتقادات فنية حادة، مطالب بتجديد الخطط وكسر النمطية داخل المستطيل الأخضر. عدد من المتابعين والخبراء ركزوا في انتقاداتهم على الجانب الفني، مؤكدين أن الاعتماد على نفس الطريقة ونفس الأسماء لا يخدم مصلحة المنتخب. هذه الأصوات دعت إلى جرأة أكبر في التغييرات وإلى توظيف أفضل للرصيد البشري الكبير الذي يتوفر عليه المنتخب الوطني. بين الاستقرار والمحاسبة، المنتخب أمام اختبار حقيقي في المباريات القادمة. المرحلة المقبلة توصف بالحاسمة، ليس فقط من حيث النتائج بل أيضا من حيث الأداء والهوية. فالدعم الرسمي موجود والاعتراف بالأخطاء تم، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بما يقدم داخل المستطيل الأخضر. المباريات القادمة ستكون المقياس الحقيقي لمدى قدرة وليد الركراكي على التفاعل مع الانتقادات وتقديم حلول ملموسة تعيد الثقة للجماهير. سؤال مفتوح أمام الجماهير: هل ينجح أسود الأطلس في انتزاع اللقب فوق أرضهم؟ وسط هذا الجدل المتصاعد، يبقى السؤال الأهم حاضرا بقوة داخل الشارع الرياضي المغربي: هل يمتلك المنتخب الوطني المغربي القدرة الذهنية والتكتيكية لتحويل هذا التعثر إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو التتويج القاري فوق أرضه وأمام جماهيره؟ الإجابة لن تأتي من التصريحات ولا من مواقع التواصل الاجتماعي، بل من أداء أسود الأطلس في المواعيد القادمة. أجدد موقفي الثابت وأقول بأن لا أمل للمنتخب المغربي مع وليد الركراكي، حتى ولو فاز، حتى ولو غير، حتى ولو انتصر بالليل والنهار، لا أمل مع المنتخب مع وليد الركراكي داخل المنتخب المغربي. تصور أن أكون أمام منتخب مصر، أن أكون أمام منتخب الجزائر، أن أكون أمام منتخب نيجيريا، أن أكون بهذه الرعونة، بهذه المجاملة مع اللاعبين. لا أعتقد أن الأمر محسوم جدا ولا أمل نهائيا مع، على الأقل إذا كانت مسطرة إعفاء الناخب الوطني تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى أيضا مباركة من جهة أخرى، أنا أقول على الأقل يجب تعزيز الطاقم التقني للفريق الوطني المغربي. يجب أن يكون لنا مدرب مساعد في المستوى العالي، يجب أن يكون لنا مدرب مساعد هو الذي سيكون الخلف في المستقبل. أما الآن أنا أعتقد أن وليد الركراكي أصبح كتابا مفتوحا أمام الجميع.